فعلا عجبت لكم أيها المصريين، عجبت لكم أيها المشاهدين. ليه؟ هقول لكم في نص الفيديو ليه. خليكم معايا. ده برضو من الفيديوهات اللي هي من غير سكريبت. إن شاء الله الصوت يكون واضح، إن شاء الله بإذنك يا رب الصوت يكون واضح. والنهارده برضو واحنا مسافرين كده على الطريق الجميل اللذيذ ده، الدنيا تلج طبعا. انا هحط برضو في الفيديو، صورت كام لقطة كده من الطريق تلج، هحطهم برضو في الفيديو. النهارده هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في حاجة ليها علاقة بالفيديو اللي احنا كنا صورناه في الفلوج المرة اللي فاتت، وهي الشعار بتاع 2026 اللي معاه ادوات الذكاء الاصطناعي، النولج بتاع الذكاء الاصطناعي، وابتدى هو اللي هيكسب. لكن اللي معاه ادوات الذكاء الاصطناعي ولسه بقى بيتكلم الشات جي بي تي ويقول له صباح الفل انا عاوز اخس 2 جرام و3 جرام والكلام من ده، وهو لسه مش واعي ولا داري ممكن يستخدم الذكاء الاصطناعي ده في ايه اكتر من كده، ده صباح الفل بقى ايه، نبقى نتكلم تاني في 2027. لكن انا بكلم الابطال اللي فهموا اللعبه ومواكبين العصر وبيستخدموا فعلا الذكاء الاصطناعي. اوكي طيب، ليه انا ابتديت بقى وقلت عجبا لكم ايها المصريين، عجبا لكم ايها المشاهدين؟ انا عملت فيديو بتكلم فيه بطريقه عمليه، مصور اللابتوب، هسيب لكم اللينك برضو بتاع الفيديو. قعدت اعمل الايديتنج بتاعه واصور، يعني اخد مني وقت كتير ومجهود كتير غير اصلا شغلي الاساسي. الفيديو لحد دلوقتي جايب ما جابش 50 مشاهده. فيديو الدردشه اللذيذ اللي احنا بنتكلم في الفلوج في العربيه قبليه مثلا بكام يوم معدي ال 500 مشاهده. فشكلكم زي كده بتحبوا السفر والكلام واحنا كده مسافرين، الكلام الجميل ده. يلا نخش في الفيديو على طول. بس فعلا عجبت لكم ايها المصريين وعجبت لكم ايها المشاهدين، لان انا عارف ان في ناس ابطال بتتفرج على فيديوهاتي مش من مصر بس. يعني في تحيه لاخواتنا من موروكو في المغرب، وشفت ناس من الجزائر، وشفت ناس من سعودي ارابيا. فتحيه لكل المشاهدين، مع طبعا لو حد كده ولا كده، بس ده اللي اليوتيوب بيوريهوني. anyways شباب، النهارده فيديو النهارده او فلوج النهارده انا هتكلم عن نقطتين. حاجه حصلت معايا حرفيا والله امبارح، وبصفه عامه كلامنا الجميل عن الاي اي. اوكي طيب، ايه اللي حصل معايا امبارح في استخدام الذكاء الاصطناعي؟ انا بقالي 3 ايام عاوز اخلص ورق معين هنا في البلد اللي انا عايش فيها، وتواصلت مع محاسب، قلت له ان انا عاوز اعمل 1 2 3. انا ما عنديش محاسب، وكان اول مره اشوف حد اونلاين مثلا، مش حد مرشحه لي بس اونلاين. فرد عليا برساله وقال لي اوكي، انت اللي انت بتتكلم فيه الخطوات دي هنعمل 1 2 3 4. والله زي ما بكلمكم يا شباب، وخدوا بالكم من النقطه دي كويس جدا بجد، وده هيكلفك 250 يورو. 250 يورو. اوكي، المبلغ بالنسبه لي لا، يعني اللي انا هعمله ده ما اعتقدش ان هو يتكلف ده كله. فعملت ايه؟ اتكلمت مع الشات جي بي تي صاحبي، قلت له يا شات جي بي تي، حكيت له انا عاوز ايه بالظبط وايه الورق المطلوب، ويلا انا وانت نخلصه. والله العظيم نزلنا الورق من على الانترنت، اللي هو الفورمز اللي احنا هنملاها. شات جي بي تي ساعدني ان انا اكتبها بلغه البلد بدون اي اخطاء، وحاجه يعني ورق فيه انفورميشن حساسه جدا. ورحت المكان اللي بيخلصوا فيه الورق ده. عارفين الحوار كله كلفني كام؟ 13 يورو. والله العظيم 13 يورو. يعني انا الليله اللي قبل ما اروح امبارح للمكان ده كنت مظبط نفسي وعامل برنت اوت لكل الورق ومليه ومضيه على اساس ان انا رايح امبارح. رحت سلمت الورق، مفيش امضي هنا امضي هنا امضي هنا امضي هنا امضي هنا، والله 13 يورو. فمش عارف بقى، يعني انا لسه الناس اللي هي متخيله ان الذكاء الاصطناعي ده بنصبع على بعض الصبح واقول له مش عارف صباح الفل واحكي لي تفاصيل عني. لا 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 لا، انت عندك ايجنتس شغاله عندك. يعني اللي انا كنت بكلمه امبارح ده او اول امبارح ده بالظبط كانه محاسب ومحامي عندي.
نزل لي الورق ومليناه ورحت والله مضيت. فتخيل من 250 يورو خلصته ب 13 يورو. اوكي طيب دي النقطه الاولانيه. فدي بس نصيحتي ليكم يا شباب اللي لسه مندرج تحت الاستاتستكس ان 90% من الناس ما بتستخدمش الذكاء الاصطناعي زي ما هو intended او هم صنعوه او هم عملوه لينا. فلا لا 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 لا، راجع نفسك تاني، راجع نفسك تاني. وصدقني لان في ناس انا ساعات بلمح في الفيديوهات، انا شاري البلس فيرجن في تشات جي بي تي. معلش انا لو هجيب محامي، واحد قال لي 250 يورو، يعني انا بدفع مش فاكر كام يورو، 20 بتيالي في الشهر. دي النتيجه وده مثال. انا يعني انا اكمني عندي النولج فبستخدمه في حاجات كتير ممكن ادفع فيها فلوس اكتر. اوكي طيب الموضوع الثاني اللي هو انا بقول لكم انا بذلت مجهود وعجبا لكم ايها المشاهدين. ولكن ده شيء يفرحني. انا اسهل لي ان انا اطلع بالعربيه اعمل فلوج شوت واحد على الايديتنج وبعد كده انزله لكم. ده بيس البيس بالنسبه لي يا شباب، بدل ما اقعد واعمل ايديتنج واصور واعيد والكلام من ده. anyways خلينا نخش في البوينت على طول عشان ما نتوهش من بعض. النقطه اللي انا عاوز اكلمكم فيها الا وهي، انا في الفيديو ده كنت بتكلم عن البرومبت انجينيرنج اللي هو ايه؟ لغه الذكاء الاصطناعي. اوكي في ناس كتير في 2025 وانا كنت واحد منهم بقول ان احنا لازم نتعلم اللغه. وانا في الفيديو ده بقول ان دلوقتي اللغه مش ان انت تتعلم الماني او تنصح اخوك او ابنك او اختك او ايا كان ان هو يتعلم الماني، ان هو يتعلم انجليش، ان هو يتعلم صيني. لا، لازم يتعلم لغه الذكاء الاصطناعي. يعني ايه لغه الذكاء الاصطناعي؟ انا لما بطلب من الشات جي بي تي، وانا قلت مثلا تخيل نفسك ما تعرفش الماني ورحت المانيا وعاوز توصل لهدف معين او عاوز توصل لموضوع مهم جدا بالنسبه لك، هتعمل ايه في المانيا؟ هتبتدي تشاور صح؟ ويعني كلمه من الشرق كلمه من الغرب على مش عارف، هتبص هتلاقي النتيجه الناس بتديك نتائج عشوائيه وجينيريك عامه صح؟ لكن لو انت بتتكلم لغه البلد هتقدر تسال السؤال المظبوط وتقدر توصل للنتيجه اللي انت عاوزها. تمام؟ وانا قلت في الفيديو ان في الحاله دي انت عندك حل من الاثنين، يا اما تتكلم لغه البلد يا اما يبقى عندك مترجم صح؟ طيب انا هنا بقى التركايه اللي انا هشاركها معاكم. بصوا على الفيديو يا ريت يعني تشغلوه شويه، بصوا على الفيديو يا ريت يعني تشغلوه شويه لانه في ريكوردنج من اللابتوب ازاي انا بعمل، بس انا هقول لكم هنا بالمختصر المفيد. الا وهو انت بتقول لي الشات جي بي تي، وانا اديت مثال هستخدمه برضو في الفيديو ده. الا وهو انا راجل بسيط موظف وعاوز اشتغل شغلانه تاني زي ما بيقولوا سايد هاسل، بحيث انها يعني يكون فيها دخل زائد الشغلانه بتاعتي. اوكي فانا بكتب للشات جي بي تي يا معلم شات جي بي تي او الجيميناي، يعني انا لما بقول شات جي بي تي بيبقى الذكاء الاصطناعي جيميناي كلاود، يعني كل الادوات دي. يا باري انا دلوقتي بدور على سايد هاسل تمام، وعندي ساعتين في اليوم فاضي. ايه ممكن 5 حاجات اشتغلهم او 5 حاجات اعملهم بحيث ان هم يدخلوا لي مبلغ اضافي على الشغل اللي انا شغاله. اوكي اعمل يعني وانت بتتفرج على الفيديو ده اكتب على الشات جي بي تي اللي انا بقوله ده. شات جي بي تي هيطلع لك اوتبوت او ريزلتس بتطلع للملايين مننا كلنا. هيقول لك مثلا رقم 1 كونتنت كرييتور، ممكن تفتح قناه يوتيوب. رقم 2 لو انت مميز في حاجه معينه ممكن تدي مثلا دروس او سيشنز اونلاين. رقم 3 ممكن تعمل فيديو اديتنج لليوتيوبرز. رقم 4 مثلا سكريبت رايتر. هتبص هتلاقي الريزلتس دي شفتها كل مره بتسال السؤال. طيب تعالوا بقى التركايه هنا بليز، التركايه هنا ويا ريت تكونوا بتكتبوا معايا. الا وهي بعد ما تقول الشات جي بي تي انا عندي ساعتين فاضي وبدور على سايد هاسل شغل جانبي، واكتب بقى اللي انا هقوله لك ده. اسالني اي سؤال في الاتجاه ده يساعدني ان انا اكتب برومبت احترافي للذكاء الاصطناعي بحيث ان هو يساعدني فعلا ان انا الاقي سايد هاسل. اوكي هنا الدنيا بقى بتتغير. هتبص هتلاقي تشات جي بي تي بيسالك بيقول لك السؤال الاول هل انت فاضي الساعتين دول كل يوم، يعني في الاسبوع 14 ساعه ولا لا؟
السؤال الثاني مثلا يعني ايه المجالات اللي انت مثلا حاسس ان انت شاطر فيها؟ مثلا هيكتب لك بقى ال5 مجالات دول او هيجيب لك مجالات كتيره كامثله. السؤال الثالث، هل انت معاك ميزانيه فلوس تبتدي بيها ولا معكش فلوس تبتدي بيها؟ السؤال الرابع هيقول لك هل انت بتتكلم لغات تانية غير مثلا العربي ولا هو العربي فقط؟ وهقف عند العربي زي ما انا وقفت في الفيديو الثاني. انا بعمل ريكاب يا جماعه، يعني مراجعه على الفيديو اللي فات، وان شاء الله الفيديو ده يجيب فيوز اكتر عشان بعد كده خلاص هبقى عارف ان انا بصور في العربيه وشكرا. ده بالنسبه لي اسهل كتير. بالنسبه للغه العربيه يا شباب، انتوا تعرفوا ان 22 دوله بيتكلموا اللغه العربيه. يعني ما تفتكرش ان انت عشان معاك لغه عربيه او بتتكلم عربي فانت محدود، لا، ده انت بالعكس، انت بتتكلم لغه 22 دوله بيتكلموها. فلتر بقى، شوف فين الدول اللي عندها القوه الشرائيه اكتر، شوف الدول اللي عندها مثلا استعداد انها تشتري اللي انت بتفكر فيه الى اخره. بس مثلا من الاسئله، نرجع للاسئله تاني، هيسالك عن اللغه، هيسالك عن امكانياتك، هيسالك عن حاجات كتير، مثلا 7 8 9 10 اسئله. اوكي، انت بقى خطوتك دلوقتي يا تشامبيون ان انت هتبتدي ترد على الاسئله دي سؤال سؤال. بعد ما ترد على الاسئله دي هتبص هتلاقي تشات جي بي تي كتب لك برومبت احترافي. يعني شوف اللي انت كنت كاتبه اللي هو يا شات جي بي تي انا عندي ساعتين فاضي شوف لي سايد هاسل، هتبص هتلاقي برومبت احترافي. ده بقى اللي هو المترجم اللي انا بقول لك عليه، ان انت مش لازم، حتى الناس بتقول لك لازم البرومبت انجينيرنج ولازم ان انت تتكلم لغه الذكاء الاصطناعي. انا بجيب لك تركايه ان انت لو استخدمتها خلاص انت مش محتاج تتعلم لغه الذكاء الاصطناعي، تمام؟ مش بالمعنى المطلق ولكن فيما يخص الناس العاديين اللي زينا. هتبص تلاقي برومبت احترافي جايب لك برومبت مكون مثلا من 20 30 سطر بيكلم الشات جي بي تي بقى الذكاء الاصطناعي، وبيقول له انا امكانياتي كذا، انا شغلي كذا، انا عدد ساعاتي كذا، انا الى اخره. تمام برافو. هل وقفنا هنا؟ لا لا لا، لان معظم الناس بقى اللي انا شفته في الناس القريبه مني ان هو اوكي تمام، جاب لك بقى اللي هو كتب البرومبت فجاب لك 5 6 7 افكار ان انت تبتدي بيهم، وبعد كده بقى ايه، وانا سايق بسرح فيهم، وانا رايح الشغل بسرح فيهم، وانا قاعد مع الاسره بسرح فيهم، وابتدي اشوف انا هبتدي ازاي. لا، التركايه رقم 2، اختار واحد من السكيلز دي او واحد من البروجكتس او السايد هاسل دول، وبعد كده قول للشات جي بي تي ابني لي خطه، او حسب ما انت تحدد، عاوزها في شهر، عاوزها في شهرين، عاوزها في 3، بس لازم تكومبلاي، يعني لازم ان انت فعلا تنفذ اللي الجي بي تي هيقوله لك. تمام، ابني لي خطه بحيث ان انا ابتدي من بكره. اوكي طيب، انا برضو هشارك معاكم التركايه رقم 3، وده اللي انا بعمله. انا وانا بتكلم مع الشات جي بي تي ببقى فاتح دوكيومنت جنبي، ملف جنبي، بكتب فيه الاوتبوت اللي هو اللي الشات جي بي تي طلعه لي، الحاجات اللي هي فعلا استهوتني يعني انترستد، بكتبها كده لاينز، تمام، بحيث انها ما تتوهش مني في الشات. وبعد كده باخد مثلا الفكره الاولانيه واقول له مثلا سمبليفايد او اشرحها لي بحيث ان انا مبتدئ هنعمل ايه وايه المطلوب ومش عارف ايه، واقعد اتكلم واخد معاه. انا بسمي الموضوع ده اللي هو الاي اي انترفيو. الاي اي انترفيو، عارف انت لما تروح كده مثلا شركه توظيف وتقعد مع الموظف ويقول لك انت شاطر في ايه، طب انت فاضي مثلا قد ايه في الاسبوع، طب هنعمل ايه، طب الكلام من ده كله، انت قاعد برضو مع الشات جي بي تي بتكلمه وهو بيقول لك طيب اديني بيانات عندك عشان اقدر الاقي لك الوظيفه المناسبه. ده الاي اي انترفيو. اوكي، هو الجو يا شباب تلج 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 تلج. تمام طيب انا كتبت للجي بي تي وقلت له اعمل لي خطه بحيث ان انا ابتدي من بكره. عارفين انا كمان بقى ده التركايه، مش عارف بقى يا رقم 4 ولا رقم 5، انا تهت معاكم بقى في التركات دي. التركايه الا وهي كل يوم الصبح في نفس الشات انت بقى بتقول للشات جي بي تي، بتقول له كل يوم اكتب لي لاين تحفيزي بحيث ان انا اواظب على الخطه دي. شباب بتهيألي كلنا عارفين ان انا اكون متحفز كل يوم ده شيء مستحيل، وانا قلت قبل كده في فيديوهاتي ان الموتيفيشن ده هو زي المشاعر، يعني يوم موجوده ويوم مش موجوده. فانا ساعات الصبح مثلا
معظمنا اول لما بتفتح عينيك بنبص على الموبايل. اوكي، لا انا اول لما بفتح عيني بفتح الشات جي بي تي. ايه هنعمل ايه النهارده؟ بيكتب لي كده جمله جملتين تحفيزي بيخليني فعلا مش اقوم من على السرير، بنط من على السرير ابتدي يومي. برجاء عشان ان شاء الله باذنك يا رب، يعني زي ما انتم شايفين اسم القناه تشامبيونز بالعربي، انا عاوز ابني كوميونتي من الابطال ان شاء الله باذنك يا رب عند نقطه معينه نفيد بعض. ليه لا؟ مش معنى ان انا مثلا هكون يوتيوبر، لا، احنا ممكن نعمل كونفرنس، ممكن نتقابل في مكان ونقعد وندردش ونشوف انت نجحت في ايه وانا نجحت في ايه، وان شاء الله باذنك يا رب ايد على ايد ان احنا نبني الكوميونتي ده. المهم انا مش هطول عليكم يا شباب، لكن مراجعه سريعه كده، سريعه جدا. مش هقول تاني عجبا لكم ايها المصريين والمشاهدين، ولكن هقول يلا وانت قاعد بتدردش مع الشات جي بي تي او ايا كان الاي اي اللي انت بتستخدمه، بس اكتب له، قول له انا بدور على شغل جانبي، اسالني كل الاسئله بحيث ان انا اخد منك برومبت احترافي احطه في الجي بي تي يديني فعلا الاكيوريت ريزلتس. والكلام ده طبعا بنطبقه على حاجات كتير لما نيجي نتكلم على الجي بي تي. وهنا بقى اللي يجي يقول لك لغه العصر دلوقتي البرومبت انجينيرنج، قول له اكيد 100 انا عندي مترجم، انا مش محتاج اتعلم البرومبت انجينيرنج، انا عندي مترجم يا باشا بيترجم لي كل اللي انا عاوزه للذكاء الاصطناعي. اوكي، المهم هكمل انا بقى في التلج ان شاء الله باذنك يا رب. اشوفكم على خير، و لايك وسبسكرايب زي ما تعودنا، و سي يو، تشاو.